لازم نحدث العاقل بما يعقل. انت تتكلم بلغه بطولات ومنجز، لما تكلمني على 6 بطولات مقابل 40 بطوله رسميه في اخر 27 سنه، في بون شاسع بين الهلال والنصر. انا اعتقد ان المنافسه في المنطقه الوسطى بين الشباب والنصر، الهلال فارق عن جميع الانديه. بعض اعلام النصر المؤثرين وانت منهم تحاولون انكم تقرنون النصر بالهلال لجلب بقعه ضوء على النصر، ولا النصر غني برجاله ولاعبيه وتاريخه، لكن بالنهايه تقارن الهلال بالنصر بالبطولات. انا اعتقد انه هذا فيه ظلم للنصر وضغط حتى على اداره النصر. لما يجي رئيس جديد للنصر او اداره جديده انتم تطالبونهم وتضغطون عليهم انه نبغى نصير زي الهلال ونبغى نجيب بطولات زي الهلال، وبالنهايه نهايه الموسم تجد اقاله المدرب، اقاله الرئيس، اشياء كثيره تصير في نادي النصر. المشكله الرئيسيه والاساسيه في بعض اعلام النصر انه حاطين قدام عينهم انه هم غريم تقليدي للهلال. انتم ما انتم غريم تقليدي للهلال، خارج الملعب غريم تقليدي في الاعلام، لكن في الملعب بلغه البطولات مع النصر ما هو غريم تقليدي للهلال. من 2008 الى 2022 اخرج النصر وحقق على حساب النصر 14 بطوله، الهلال 4 مشاركات خارجيه حققها عن طريق النصر، البطوله العربيه 2، النخبه في سوريا، آسيا حقت البليهي، غرسة العلم اللي انت تضايق منها، 4 بطولات حققها الهلال على النصر خارجية غير محلية. استغرب من اللي يقول بطولة آسيا أقوى بطولة هذا الموسم وبطولة تاريخية، وأن من سيحقق الانتصار على الآخر سيخلدها التاريخ. فجأة خرج النصر وصارت البطولة ضعيفة، بعدين جاء نفس الإعلامي اللي جالس قدامي وقال أقوى بطولة كأس الملك، ومن يحقق كأس الملك أغلى لقب، خرج النصر من كاس الملك. طيب. انا خرجتك من بطولتين بلسانك انت تقول اقوى بطولات، وبعدين رجعت وانقلبت على رايك وقطعت بطولات. النصر كان يقول الدوري الهلال اضعف الدوري مع قريش، الهلال اصبح قوي. انتم المشكله الرئيسيه لديكم ما تقدرون تعترفون بقوه الهلال وسطوه الهلال تاريخيا على النصر داخليا وخارجيا. فالحل الامثل والخيار الامثل انكم تتجهون للبلان بي. البلان بي وشو؟ لجان، حكام، مظلومين. عندك خبر ان النصر تاريخيا خارجيا لم يحضر ل3 سنوات من عام 95 ميلادي الى 98، وحقق 4 بطولات، 2 خليجيه وسوبر وكاس الكؤوس الاسيويه، وقاعد تقول انه احنا واحنا 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 سوينا. فاللي يسمع كلامك الان خلف الشاشه يقول يا رجل هذا قاعد يتكلم عن نادي عنده 64 بطوله في 64 سنه، الهلال عنده 66 بطوله 3 سنوات ونص. فهد بن نافل مع احترام جاب 6 بطولات للهلال.